أهلا بكم. زيد ديال الفرحات هو الأقرب لتعويض رحيل كوسيل أبو عليا في نادي جياسكا حسب الصحفي علي نفات، وكذلك حسب صفحة نيوز إكسبريس. الخبر الذي ينتظره الجميع: إدارة شبيبة القبائل ستقوم بتقديم بالعيد وفرحات هذا الأسبوع رسميا. كوسيل أبو عليا قررت مغادرة شبيبة القبائل وتغيير الأجواء بعد عدة سنوات قضيتها في الفريق. تحدثت مع مسير الفريق وأعلمتهم عن رغبتي وقراري في الرحيل عن النادي. قدمت كل شيء للفريق الذي أحبه وأعشقه، ولم أبخل يوما عن النادي الذي ترعرعت فيه. حان الوقت من أجل أن نخوض تجربة جديدة في مشوار كروي، وسيكون هذا في مصلحة الجميع. ولن أغير جياسك بأي فريق جزائري، وعرض الترجي التونسي حفازي من أجل تغيير الأجواء. الفريق سيستفيد من تحويلي ومستعد لأتنازل أكثر مقابل أن يستفيد جياسكا من تحويلي. كنت قادرا أن أكمل عقدي والمغادرة مجانا، لكنني كنت صريحا مع المسيرين: جياسكا ستبقى في القلب، سأكون دائما متابعا ومناصرا لهذا الفريق. أشكر جماهير جياسكا على دعمهم وتشجيعاتهم، ولن أنكر فضل الفريق. وكذلك المدرب زيمباور غادر مباشرة لألمانيا ولم يعد للجزائر مع الفريق، ومن المفترض أن عودته مبرمجة بعد 3 أيام. خاص بالصفحة: إصابة مدني معقدة واللاعب سيغيب لفترة فوق 3 أشهر. المهاجم الروسي إغناتيف منتظر هذا الأسبوع بتيزي وزو من أجل إيجاد صيغة مناسبة لفسخ عقده مع الفريق. إدارة جياسكا طالبته بدفع 150 ألف يورو مقابل فسخ عقده، ومن المحتمل أن يتم تخفيض هذه القيمة في حال عدم قبول اللاعب.